اكبر خبر ممكن تسمعه ان الاهلي يصدمك. طول عمرنا متعودين ان الاهلي يفاجئنا، لكن مفاجاه الاهلي المره دي كلنا رافضينها. انا واحد من ضمن جمهور النادي الاهلي رافض الصفقه دي. ابراهيم دياباتي صفقه ملهاش اي 60 لازمه. الاهلي داخل موسم ناري، هيلعب سوبر وهيلعب دوري ابطال، والمجموعه بتاعت الاهلي اصلا مجموعه صعبه جدا. لا، ونتفاجئ بان الاهلي بيتعاقد مع صفقه مكتوب عنها انها ناريه ومن العيار التقيل، بس انا شايف ان الاهلي بيجازف. هنعرف كل التفاصيل، بس تابع معانا للنهايه، ولو شفت اسم غالي عندك اعمل لي لايك للفيديو. اول حاجه، الاهلي واقع في مجموعه صعبه جدا جدا، مجموعه ناريه، مجموعه بصراحه اقوى مجموعه في دور المجموعات دوري ابطال افريقيا. الاهلي، شبيبه القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، يانج افريكانز التنزاني، كلهم اسماء مرعبه. الاهلي وقع وسطهم، لكن ده قضاء وخلاص، احنا وافقنا. دي قرعه، الاهلي التزم انه يمشي على النصوص اللي حطتها الفيفا. لكن مفيش نص في الفيفا يقول ان احنا نجيب مهاجم مخلص كوره، نجيب مهاجم بينه وبين ان هو يروح بضع لحظات. ابراهيم دياباتي دي مصيبه. الاهلي يطلع من حفره يقع في دحضيره. اللاعب لا عنده اسم ولا تاريخ، ما لعبش في نادي حتى متوسط. ابراهيم دياباتي ولا مره في تاريخه لعب في منتخب ساحل العاج، ولا مره في تاريخه لعب في منتخب ساحل العاج، سواء الاشبال او فريق كبير. عمرنا ما سمعنا عنه. الاهلي بيفاجئنا بانه جايب لاعب من العيار التقيل، لاعب من الساحل العاج، ولاعب مهاجم يعني فروت، ونتفاجئ بان الاهلي بيني وبينك كل الاعلام طلع وقال ان الصفقه دي صفقه انتحاريه. الاهلي بينتحر حقيقي. اداره النادي الاهلي المفروض تفوقه. جريديشار، الكره اللي اتعملت له من زيزو ولعبها بكل رعونه في المرمى، وطبعا لاعب او حارس مرمى نادي بيراميدز صدها، مش صدفه او مش تألق من الحارس انه عمل سوبرمان وجاب الكوره. لا، الكوره اتلعبت ضعيفه جدا، ضعيفه جدا جدا. الكره اللي زي دي لو مهاجم صح، جريديشار، لو مهاجم، لو وسام ابو علي، تخيل وسام ابو علي مكان جريديشار في كوره زي دي، ايه اللي كان ممكن يحصل؟ صدقوني كان قطع بها الشبكه. يعني حاجه كده تحطك في منطقه انت بتقول ايه اللي بيعمله؟ الاهلي عايز يعمل ايه؟ يعني ايه تجيب لنا ابراهيم دياباتي ده اللي مخلص كوره؟ لف على كل الدوريات، يعني لف في الدنيا كلها الراجل وما نجحش. جايبه عندنا تجرب فينا احنا؟ يعني انت بتخلينا يعني شبه صفقه تكون انتحاريه، يعني نقطع علاقتنا بالاهلي طيب عشان ترتاحوا ولا ايه؟ يا السرب، على فكره انت المفروض انت محتاج مهاجم بمواصفات معينه. هل المواصفات دي تنطبق على ابراهيم دياباتي؟ ما اعتقدش ان دي يعني حاجه مطابقه لاي حاجه. يعني ما اعتقدش ان الصفقه دي مطابقه لاي مواصفات هيحطها يا السرب. النهارده يا السرب الراجل المحترم عمل جلسه خاصه بينه وبين جريديشار، بيهيئ جريديشار انه يعرف يسدد الكره للمرمى، يعرف ما يتلخبطش قدام المرمى. تحس ان جريديشار خايف، بيلعب الكره وخايف تضيع، بيلعب الكره وخايف ان الكره ما تجيش جول. في حاجه غلط في مهاجمين النادي الاهلي، في حاجه غلط. عايزين حد يخلص لنا. تخيلوا غياب وسام ابو علي، غياب امام عاشور، قتل الاهلي حقيقي، قتل الاهلي. طيب، زيزو بيتواعد جمهور الاهلي انه يصالحه في السوبر. انا عايزك تصالحنا كلنا في كل المباريات مش في السوبر. شكرا جدا لحضراتكم. اتمنى ان تكون الرساله وصلت. عملت الفيديو ده قصير جدا، ولكن عملته علشان الكل يشوف الصفقه اللي هيعملها الاهلي. ادينا بنقول من البدايه صفقه هتكون خطا بنسبه 100%. تعال نشوف تفاصيل تانية في الفيديو اللي جاي. ما تنتظرونا، اعملوا لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات.